السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدانا النهاردة يا جماعة. غسلت الفاصوليا ونقعتها 3 ساعات، بتوريها لكم اهي. وهتحطها على النار تسلقها بإذن الله. صلوا على النبي يا جماعة، اعملوا اشتراك ولايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. بتحط الفاصوليا اهي بعد ما صفيتها من مية النقع. ولعنا البوتاجاز على العين التانية عشان ننقل الفاصوليا، عشان البوتاجاز بيهبب. وهوطيه شوية اهي، هتوطيه وهيتسلق اهي. وحطت على العين السليمة الرز بتعمله. وبقى بعد يومين كده بقى بإذن الله نصلحه البوتاجاز. والحمد لله يا رب العالمين. بتحمر اهو الشعرية عشان تعمل شوية الرز على العين السليمة. اتحمرت اهي، بتقول لكم اهي اتحمرت. حطوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. و... و... وتحطوا الرز اهو. كنت غسلاه. غسلته وحطيته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وشكرا على التعليقات الجميلة، وشكرا شكرا شكرا يا حبايبي، ومن القلب للقلب بإذن الله. ده من الكلام بيوصل للقلب للقلب. وشكرا شكرا شكرا، انتوا اخواتي وبناتي. شكرا على التعليقات العسل اللي زيكم، شاكرين. يا ربنا يبارك لكم زي ما جبرتوا بخاطري بكلمة الحلوة. دلوقتي بتخرط البصلتين اهم على ايدها. طبعا البصلة لما بتتخرط على الايد لها طعم تاني، ولما بتضرب في الكبة لها طعم تاني. بيبقى لها كده شمخة في الأكل لما بتتعمل على بالسكينة زي أيام زمان. أنا برجعكم لأيام إيه، ستكم بقى، الأجداد بقى، الناس الزمنية اللي ما كانش فيه كبة ولا خلاطات ولا حاجة. كانت الطماطم دي تتعصر على الإيد في المصفى الألمونيا. والحمد لله يا رب العالمين. وفي مصافي كانت بالإيد بلاستيك. كانت زمان تحط الطمطامه كده وتقعدي تقلبي فيها كده زي الدراع كده يا جماعه كده، انا فاكره امي زي المضرب كده. انا كانت عندي زمان والله، جبتها مستعمله ولا مش عارفه مين اللي رماها عندي. انا فاكره امي يلا كانت الحمد لله. بتشتغل بالباجور. يلا الحمد لله. البابور ابو كباس ده، عارفينه اللي بيتعبى، زيت اللي بيتعبى جاز اسمر ده. ضربت الطماطم على قبل ما احط صح على الطماطم حطيت حبه بابريكا. هنا بقول لكم بقى، هنا في اهي. خريطه. اتوسخت السيراميك وهنمسحها عشان ايه ما يبقاش ملطخ عندنا. والحمد لله يا رب العالمين. وهنا الباميه وهتعمل اهي. الباميه قمعتها، هتقمعها اهي. وهتحطها الطماطم اتسبكت هتنزلها. وهتعمل ايه شويه الباميه باذن الله. والحمد لله يا رب العالمين. هتعمل الفريك اهو. جايباه من ولاد غيطه والله، في المطريه حاجاتهم حلوه. الحاجات نظيفه وحلوه حاجاتهم اهي. غسلته وهتحطه يتسلق. والحمد لله. والحمد لله. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. طبعا اهي اتسلقت اهي. وبتقول لكم زي الزبده اهي، دايبه زي الزبده. برضه جايبينها من ولاد غيطه، برضه حاجاتهم حلوه. انا ما حطيتش الفاصوليا كلها في الحله، خدنا شويه منها. خدت شويه وحطيتهم طبعا في الفريزر. الفاصوليا دي لو حد بيعمل شوربه خضار ممكن يحطها عادي، ما تجرالهاش حاجه. ممكن تحطها في الفريزر. حط شويه ملح وزودتها ميه، عشان انا باكل ميه من الحنفيه مش باكل شوربه يا جماعه. عشان هي عندها جرثومه. الحمد لله. وقبل الجرثومه انا ما كنتش باكل حاجات بشوربه عشان القلب منعني من الدسم الدكتور. اهي السلق الفريك اهو. عملت الباميه نضفتها وحطت لها ايه شويه ميه وهتسلقها. وحطت فصين توم نايمين بيدوا طعم تاني برضو دول 4 يا ماما. طيب ماشي. بيدوا طعم تاني للباميه. هنا بقى اللي كنت بوريها لكم دي اسمه ده، حبه البهارات دي قهوه، على يعني معلقه صغيره، على جنزبيل، على قرفه، على 3 ليمونات. ونضفت بقى الفراخ البلدي بتاعت امي اللي كانت مربياها. بتقلب الفاصوليا. والحمد لله. وصلوا على النبي يا جماعه كده وفعلوا لنا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والحمد لله انتوا ساندني الحمد لله وفي ظهري. ودايما يا رب كده يكون في تقدم انا وانتوا يا رب، وامه محمد يا رب اجمعين. وينصر يا رب اهل غزه كده، ويصلح البلاد كلها يا رب. وكل واحد ربنا ينوله اللي اداله باذن الله. بنقلب الفريك اهو. وبعدين ايه، حطت ميه
دول رز اهو، عشان ايه نسويه، عشان البراد ده الاثري. عشان ده غدانا يا جماعه. اكل دوت 4 ايام بنعمله، والحمد لله رب العالمين الفيديو والله. ده بقاله شهر لا كم، اسبوع ونص والله بص يا او جماعه، اسبوع. نعم ربنا علينا حلوة قوي. اي حاجة بس ايه تسد الجوع بتاع البني ادم، والحمد لله. طالما مستور البيت وما فيش الواحد عليه ديون، الحمد لله. الحمد لله. والرضا بالمقسوم عبادة، الله عرفه يعني. الواحد طالما يرضى بعيشته ربنا هيديله بإذن الله. دلوقتي حطت بصلتين وورقتين لوري ملح وشوية وفلفل. ملح وفلفل فلفل وملح اسود أبيض، وفلفل ابيض. وملح بتاع ده يا ربي، فلفل أبيض وشوية ملح وحطيت الفراخ دي عشان بلد صغيرة شمكة صغنونة، حطيتها في كيس حراري. دلوقتي هي بتعمل التومة ايوه للبامية. للباميه. وللبامية حطشها اهي بشوية شوربة بتاعت البامية. بعد ما استوت. والحمد لله يا جماعة، عشان الحمد كده لله. بطلع البهاريز بتاعتها. وبتطلع البتاع ديت اللي ماسك في الطاسة. بقية التومة دي بتبقى طعمها حلو قوي دي. حروف الطاسة دي بتبقى جميلة لما بتحطها لها شوربة، وبعدين بتحطها على البامية بتبقى طعمها حلو قوي. طشة البامية دي والنبي انا ريقي جري. الحمد لله. الحمد لله. وشكرا شكرا على كل واحد وكل واحدة وكل بنت وكل أخ وكل ابن علق لي تعليق حلو زيكم كده. والله العظيم رفعت من الروح المعنوية. بقيت كل بنت ما تقرا لي تعليق أقول الحمد لله الحمد لله. يجازيها كل خير ويجازي كل خير اللي علق لي وقال لي كلمة حلوة في حقي. الكلمة الحلوة صدقة، والكلمة الحلوة النفر برضو بياخد عليها ثواب يعني للنفر. والحمد لله. دلوقتي بتحمر الفراخ، حطيت لها معلقة زبدة وشوية زيت وحمرتها اهي. هنا بحط الاكل عشان يسخن والحمد لله. وهكبينا اهو، كبينا الرز وكبينا البامية. وحط له لايك واشتراك وفعلوا له الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامة يا جماعة. مع السلامة. مع السلامة يا حبايبي. مع السلامة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير. يلا يا حبايبي يلا سلام. الحمد لله. مع السلامة. وشكرا على تعليقاتكم الحلوة، ربنا يخليكم لينا يا رب. سلام حبايبي.